مرحبا من جديد وصباح الخير لكل الناس المتابعة معنا حلقتنا اليوم الليلة من صباحات سودانية. وصولا إلى هذه المساحة اللي خصصناها للحديث حول مشاكل السلسلة الفقرية ودور العلاج الطبيعي، بنسعد أنه يكون ضيفنا من داخل الاستوديو دكتور أحمد حبيب، أخصائي علاج طبيعي. صباح الخير عليك دكتور. صباح الخير عليكم وعلى المشاهدين الكرام، والتهنئة عليكم بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون. ونتمنى إن شاء الله نقدم مادة مفيدة للمشاهدين إن شاء الله بإذن الله. في البداية أغلب الناس بيكون عندهم مشاكل في السلسلة الفقرية أو بشكل عام اللي هو آلام الظهر، فإذا تعرفنا بشكل خاص عن السلسلة الفقرية. طيب، السلسلة الفقرية هي تتكون طبعا من العمود الفقري من مجموعة من الفقرات، 7 فقرات عنقية في منطقة الرقبة، و12 فقرة صدرية، نعم. و5 فقرات عجزية إضافة للعصعص بفقراته ال5. السلسلة الفقرية بين الفقرات بتكون الغضاريف، وهي عبارة عن مادة جيلاتينية مرنة بتعمل على زي ما واضح في الصورة، بتعمل على امتصاص الصدمات للسلسلة الفقرية، وبتعمل لنا زي مخرج للأعصاب المغذية للأطراف العلوية والسفلية من بين كل فقرة والثانية. أيوة. بتجي السلسلة الفقرية دي نفسها بتكون مسنودة بمجموعة من العضلات. دور العضلات دي إنها تعمل لنا توزيع للتحميل على السلسلة الفقرية، والحاجة الثانية تكون مسؤولة عن درجات الحركة المختلفة للسلسلة الفقرية، سواء كانت في الركوع أو السجود أو الالتفات أو كل الحركات اللي بتعمل عليها السلسلة الفقرية. مهمة السلسلة الفقرية المهمة الأولى والأساسية، نعم. إنها بتربط الرأس بباقي الجسم، نعم. بالتالي بتربط الدماغ بباقي الأعضاء المختلفة، نعم. وبتشكل لنا حماية كبيرة جدا للنخاع الشوكي، باعتبار إنه من خلال الفقرات دي في ممر بيمر عبر النخاع الشوكي، وبالتاكيد برضه بتمثل لنا بعد ذاك التفرعات او بتساعد التفرعات تحت النخاع الشوكي او الاعصاب الطرفيه، بتشكل لها زي مخرج من النخاع الشوكي للمغذي للاطراف المختلفه. ممتاز. طيب شنو الالام اللي بتظهر اذا الشخص مثلا مصاب في السلسله الفقريه؟ الاحساس بيكون وين بالضبط؟ طيب، خلينا أول حاجة نعرف الألم نفسه. أوكي. الألم هو شعور غير مريح أو شعور بتغيير نتيجة استجابة للجسم لإصابة معينة. بالتالي كثير من الناس بيتناسى الألم، بيقول لك والله يا أخي شوية رطب شوية ألم والأمور مشت وكده، لكن الألم هو منبه، هو الخطوة الأولى اللي بينبهك الجسم بها في إنه في مشكلة في العضو صحيح. المعين محتاجة منك الانتباه. الانتباه ده بالتأكيد بيعني ممكن المراعاة في المستوى الأول، إنه الزول يشوف المشكلة شنو براه، أو إذا استمرت المشكلة بعد ذاك يطلب المساعدة والاستشارة الطبية. ممتاز. آلام السلسلة الفقرية بتختلف طبعا حسب المكان بتاعه وحسب المنطقة بتاعتها، وبالتالي بالنسبة لنا نحن بيختلف تشخيص من مكان لمكان، وبالنسبة لدرجة الألم والآلام المصاحبة لها. فهي مجموعة من الأعراض بتشكل لنا نحن صورة مرضية أولية، بعد ذاك على أساسها بنطلب مزيد من الآليات التشخيصية، سواء كانت صور الأشعة أو الرنين المغناطيسي أو غيرها، لحد ما نصل للتشخيص المناسب. آلام السلسلة الفقرية ممكن تكون في كل الأجزاء اللي تكلمنا عنها، سواء كانت تكون في الرقبة أو الآلام في منتصف الظهر أو آلام أسفل الظهر، لكن الأكثر شيوعا نفتكر هي آلام أسفل الظهر، باعتبارها أكثر منطقة معرضة للتحميل أثناء فترة الجلوس وأثناء فترة الحركة بشكل عام. آلام أسفل الظهر الآن في دراسة أمريكية بتقول إنه 80% من سكان العالم جاهم على الأقل مرة أو مرتين آلام ظهر. 80% من سكان العالم، وتقريبا يمكن نكون كلنا في الاستديو في يوم من الأيام زول جاته آلام في الظهر أو آلام في السلسلة الفقرية. صحيح. طيب في أسباب بتخلي الإصابات بالنسبة للسلسلة الفقرية يعني ممكن نقول واضحة، الواحد ممكن على طول يعرف إنه أنا عندي مشكلة في السلسلة الفقرية؟ طيب، بشكل عام أي آلام في الظهر أو في منطقة الظهر بامتدادها من الرقبة إلى أسفل الظهر هي مؤشر لك أولي في إنك أنت تمشي تراجع السلسلة الفقرية وتشوف الحاصل فيها شنو. بشكل عام طريقة جلوسنا
طريقة حملنا للأشياء، طريقة قيادة السيارة، استخدام التلفون. دي كلها عوامل بتأثر لنا على السلسلة الفقرية. بالتأكيد عامل برضو مهم شديد وكأساسي وزن الجسم، عنده تأثير كبير جدا على السلسلة الفقرية وعلى صحة السلسلة الفقرية. طبيعة العمل، في بعض الأعمال الشاقة اللي بتتطلب مجهودات معينة أو تركيز لفترة زمنية طويلة عندها تأثير برضو على السلسلة الفقرية. فبالتالي أي آلام تظهر أثناء في السلسلة الفقرية، الواحد المفروض طوال يراجع العوامل اللي ذكرناها دي مبدئيا، وبعد ذاك يطلب الاستشارة الطبية لمزيد من التشخيص. ممتاز. طيب في فئة عمرية ممكن نقول خاصة بالإصابة بمرض السلسلة الفقرية؟ طيب للأسف ما في فئة عمرية محددة. لفترة قريبة كان نحن في عيادات العلاج الطبيعي بالتحديد بنشوف بيجونا كبار السن بيشكوا من مشاكل في الظهر وفي السلسلة الفقرية، لكن حاليا بيجينا من كل الأعمار ما مربوطة بشيء معين. والآن برضو الأطفال في حمل الحقائب المدرسية وزيادة الوزن بتاع الحقائب المدرسية وعدم مراعاة الحاجة دي بقت تسبب لهم مشاكل كثيرة في السلسلة الفقرية. إذا عايزين نتكلم بس بسرعة عن أنواع مشاكل السلسلة الفقرية، ممكن تكون في المستوى الأول مشاكل خلقية، دي الطفل بيولد بها من البداية، ودي بتكون مشاكل في تركيبية، يعني السلسلة الفقرية طلعت بالصورة دي، وبعد ذاك علاجه يختلف طبعا من التدخل الجراحي إلى العلاج الطبيعي والتأهيلي بعد ذاك. ممكن نقول المشاكل الثانية مشاكل الميكانيكية، ولما نقول ميكانيكية معناها مرتبطة بالعضلات بشكل كبير، اللي هي مرتبطة بالتحميل الخطأ. يعني تركيب السلسلة الفقرية سليم، تركيب الغضاريف سليم، ما في غضروف متأثر، لكن في آلام. الآلام دي يكون سببها تقلصات عضلية سواء كانت حادة أو مزمنة، ولما نقول حادة معناها في فترتها الزمنية ما أكثر من أسبوع، ولما نقول مزمنة تكون استمرت لأكثر من أسبوعين. الآلام الثالثة ممكن تكون آلام لمشاكل في الفقرات نفسها، يكون في شك في الفقرة، يكون في كسر في الفقرة، دي نوع ثالث من الآلام. الآلام الدرجة الرابعة والنوع الرابع ممكن نقول عليه الآلام المرتبطة بالغضاريف، ودي اللي تكون في ضغط معين في غضروف معين، يكون في جفاف في الغضروف، يكون في انزلاق غضروفي بدرجاته المختلفة. طيب كيف الواحد بيقدر يقي نفسه من مشاكل السلسلة الفقرية؟ طيب الوقاية بالتأكيد بتكون في مراعاة طريقة الجلوس السليم، طريقة حمل الأشياء، طريقة التعامل بشكل عام مع سلسلتنا الفقرية. وزن الجسم هو الخط الأول. نحن أي مريض يجينا في العلاج الطبيعي عنده مشاكل في الظهر، الخطوة الأولى بنراجع معاه الوزن بتاعه، نشوف كيف نخطه في خطة يقدر يقلل معاها الوزن مع البرنامج العلاجي اللي بنعمله له. الحاجة الثانية بنشتغل على الكفاءة بتاعت عضلات السلسلة الفقرية زي ما كانت واضحة قبل شوي في الصورة، بنزيد كفاءة العضلات بتاعت السلسلة الفقرية بحيث انها تساعدنا في انها تشيل الحمل من السلسلة الفقرية بصورة كويسة. الحاجة الثالثة بنشتغل بعد ذاك على يعني النصائح والإرشادات بالنسبة له حسب طبيعة عمله، حسب طريقة جلوس. أول سؤال نحن نسأله للزول لما يجينا أنت شغال شنو؟ شغال شنو دي مرتبطة بنعمل تحليل كامل لطبيعة شغله، شغله مكتبي، شغله ميداني، حتى بالشغل الميداني عنده حمل أشياء ثقيلة ما عنده حمل أشياء ثقيلة، وبالتالي بتصمم البرنامج العلاجي على هذا الأساس، وبيكون بالنسبة له معاه برنامج وقائي بنديه له على أساس إنه يشتغل به ويقي نفسه من المشاكل بتاعت السلسلة الفقرية. بشكل عام التمارين الرياضية بتشكل وقاية جيدة جدا من مشاكل السلسلة الفقرية، باعتبارها زي ما ذكرنا بتزيد كفاءة العضلات بتاعت السلسلة الفقرية. لكن في مشكلة عندنا في بعض التمارين الرياضية، بعض الناس بعد ما بتبدأ تظهر له آلام بيمشي ببساطة بيعمل بحث في الانترنت انه انا مشاكل آلام الظهر، بيديك مقاطع كثيرة في 3 دقائق تخلص من آلام الظهر وكلام الشكل ده. طيب التمارين في غالبها بتكون تمارين كويسة وهي فعلا لمشاكل الظهر، لكن انت ما وصلت لتشخيص الحاله بتاعتك هي شنو. يعني في تمارين بتنفع معك وفي تمارين ما بتتناسب مع حالتك المرضيه اللي انت بتعاني منها. لذلك بنفضل انه الشخص مجرد ما يشعر بالام في الظهر، لو كانت سواء كانت حاده او مزمنه بالنسبه له غير الطبيعه او غير الحاجات الطبيعيه، يعني مثلا في زول بيقول لك والله ان الليله نمت غلط
وبكره ظهر لي الم، ده بيكون مقبول وما بيستمر لفتره زمنيه طويله، وممكن مسكنات موضعيه تريحه من الالم ده. لكن استمرار الالم وبيكون عدم ارتباطه بسبب معين واضح، او حتى لو كان في سبب معين واضح لكن بدرجه عاليه، ده يفضل انه طوال المريض يطلب استشاره اختصاص العظام. وبالتاكيد اختصاص العظام واحده من الخطوات الاساسيه في العلاج او خطه العلاج هي برنامج العلاج الطبيعي. طيب بيجينا بعد ذاك في العلاج الطبيعي بنعمل له تقييم كامل للحاله بتاعته زي ما ذكرت مسبقا. من قيم الالم، هو الالم في مكانه بس في الظهر او لا بينزل تحت للاطراف، سواء كانت الاطراف العلويه اذا كانت الالام في الرقبه يقول لك في خدر او تنميل في اليدين، او العكس لو كانت في الظهر يقول لك فيها خدر او تنميل في الرجلين. بنشوف المشاكل دي اذا في مشاكل مصاحبه، وبالتاكيد بنستعين بالصور اللي اصلا كانت طلبت منه او طلب منه اختصاص العظام، بنراجع معاه الخطه العلاجيه اللي وضعت له اختصاص العظام وانتظامه عليها، وبعد ذاك بنصمم نحن برنامجنا العلاجي. برنامج العلاج الطبيعي لمشاكل السلسله الفقريه يمكن متوسع كثير وفيه تقنيات كثيره جدا، ويوميا بتزيد عن طريق الابحاث العلميه، في يوميا تقنيات جديده بتظهر في العلاج. بشكل عام في مفاهيم خاطئه حول العلاج الطبيعي بالذات في علاج السلسله الفقريه. الواحد بيقول لك يا اخي ناس العلاج الطبيعي ده الواحد كان مشى ثاني بيتعود عليهم ما بيقدر يخليهم، وانا بكون مرتاح بعد الجلسه، ومجرد ما اخلي الجلسات ثاني الالام بترجع لي. دي كلها مفاهيم خاطئه طبعا. اذا تصمم برنامج العلاج الطبيعي بصوره علميه بواسطه شخص مختص في العلاج الطبيعي، برنامج العلاج الطبيعي ممكن يكون محدد بفتره زمنيه معينه وبعدها المريض وحتى يقاس. يعني المريض بنقول له يا اخي انت خلال ال6 جلسات الاولى هدفنا هو تسكين الالم، وهدفنا تحسين المدى الحركي اذا كان عنده مشكله في مدى الحركه. كويس. وفعلا بعد ال6 جلسات بنعمل معاه تقييم وبنشوف بنقيس معاه حققنا قدر شنو من الاهداف بتاعتنا. وعي المريض برضه عنده دور اساسي جدا طبعا في العلاج الطبيعي. استيعابه لحجم المشكله بتاعته واحد، نمرة 2 مساعدته لنا في التزامه ببرنامج العلاج الطبيعي المصمم له واحد، ونمرة 2 بالتمارين العلاجية المنزلية، لأنه احنا برنامج العلاج الطبيعي عندنا بيتكون من 3 أجزاء. كويس. جلسات العلاج الطبيعي ده الشيء الأساسي اللي أنت بتزور له المركز أو العيادة اللي أنت حتكون شغال فيها، ومصاحب له تمارين منزلية. برنامج العلاج الطبيعي ذاته بيتكون من جزئين اللي هو أجهزة وتمارين علاجية، ده في أغلب الجلسات. طبعا بعد ذلك في تقنيات جديدة بتظهر زي تقنية الحقن الجاف وبعض التقنيات الثانية اللي ممكن ما بتكون معاها استخدام أجهزة وكده، لكن بشكل عام في أجهزة وفي تمارين علاجية دي داخل المركز أو داخل العيادة اللي أنت شغال فيها، وفي تمارين علاجية منزلية لنوع بتشكل لنا مزيد من الوقاية ومزيد من العلاج. بس الأهم اللي هو الاستمرار طبعا. بالتأكيد الأهم في برنامج العلاج الطبيعي مش لمشاكل الظهر بس، لكل المشاكل هو الاستمرار في برنامج العلاج الطبيعي. كثير جدا من الحالات وبالذات في مشاكل الظهر، نحن بالنسبة لنا مصنفة بالنسبة لنا في العلاج الطبيعي مشاكل الظهر من أكثر المشاكل اللي بتظهر الاستجابة بتاعتها بصورة سريعة. يعني الواحد بيقول لك والله من ثاني جلسة ثالث جلسة بقيت أحس نفسي كويس، هل في ضرورة أكمل البرنامج العلاجي؟ طيب الحاجة بنقول لهم إنه بالذات برامج السلسلة الفقرية اللي بتتعمل بيكون عندها مكونين وقائي وعلاجي. فأنت في ال3 جلسات ممكن تكون وصلت للمكون العلاجي، انت تحسنت الأعراض بتاعتك اختفت، لكن عشان تكمل باقي الكورس المصمم لك عشان نصل للدرجة الوقائية اللي حتديك اللي هي بتديك المدى بتاع الراحة على المدى الطويل. الحاجة الثانية اللي برضو ما بتقل أهمية عن الالتزام بالجلسات هي اتباع الإرشادات المصاحبة لها. يعني ننصحك عدم الجلوس لفترات زمنية طويلة، لازم يكون معانا الحاجة دي. عدم حمل الأشياء الثقيلة لازم نراعي للحاجة دي. وتيرة بتاعت نشاط معينة بنشتغل عليها معاك. بشكل عام ما بنحد من نشاطك، لكن بنحاول نضبط النشاط ده عشان ما يعمل لنا مزيد من التحميل او مزيد من التاثير على المكان اللي احنا شغالين عليه. ممتاز جدا. بنتمنى كل الناس يكونوا استفادوا من خلال الكلام اللي انت ذكرته الان، ودايرين ارشادات ونصائح لاي زول قد يكون معرض وغير معرض للاصابه بمشاكل السلسله الفقريه. طيب واحد كلنا معرضين لمشاكل السلسله الفقريه ايا كانت فئتنا العمريه وايا كانت طبيعه نشاطنا. بالتالي الوقايه خير من العلاج. صحيح. الرياضه المنتظمه، وجود برنامج رياضي منتظم حتى وان كان المشي بالنسبه لنا عنده دور كبير جدا. الحاجه الثانيه مراعاه وزن الجسم. الحاجة الثالثة مراعاة طريقة جلوسنا، طريقة حملنا للأشياء، طريقة تعاملنا بشكل عام مع السلسلة الفقرية، تعاملنا مع التلفون الهاتف الذكي، لأنه دي واحد من أكبر المشاكل الآن اللي بتعمل لنا تحميل زايد على منطقة الرقبة.
بعد كده فور ظهور المشكله اللجوء مباشره للشخص المختص، ودي واحده من اكبر مشاكلنا. بيجينا المريض بيقول لك والله مشيت لدكتور فلان او مشيت لي قالوا لي ده بتاع علاج طبيعي، فنتفاجئ في انه الزول اللي مشى له هو ما مختص في العلاج الطبيعي. فطلب الخدمه من الشخص المختص ده بيقلل لك انت المشاكل اللي ممكن تترتب على الخدمه المقدمه لك بصوره خاطئه، وبيسرع لك العلاج بصوره مناسبه. بعد كده زي ما قلنا الالتزام بالبرنامج العلاجي اللي بيصمم لك بيدينا نتيجه ان شاء الله مفيده جدا للمريض. اسال انت كمريض من حقك تسال عن كل التفاصيل اللي انت عايز تعرفها في برنامجك العلاجي وفي كل ما يلي زيارتك للطبيب عشان تكون متابع معانا كل المعلومات اللي انت ممكن او الابديت المهم بحالتك المرضيه. ان شاء الله باذن الله. شاكرين لك جزيلا دكتور احمد حبيب، اخصائي علاج طبيعي، كنت ضيف معانا حديثا حول مشاكل السلسله الفقريه ودور العلاج الطبيعي. شكرا جزيلا. شكرا لك.